قلت لكم لو جربتوا تعملوا سلطه البطاطس بالمايونيز هتعملوها كل يوم على الفطار. انا ولادي بيعشقوها. فانا لسه محمره البطاطس وعملت هنا الخضار والبصل والخيار المخلل وهنزل عليه البطاطس. اهم حاجه في السلطه دي ان هي تتقدم قبل الفطار، يعني انتي تحمري البطاطس قبل الفطار بشويه صغيرين عشان البطاطس تبقى بتقرمش. هقلب بقى كده. ماما شيف والله مو شيف الاكل ده حلو والله. حبيبي انت اللي حلو وامر تروح قلب ماما. انا بدوق سلطه البطاطس اللي انتوا بتحبوها. عامله لك عصير، اصلا اكل تحفه. عامله لك زبادو بالفراوله. الله، مش انتوا بتحبوا الزبادو بالفراوله وطعمه حلو؟ اتفضلي. والله. هنا بقى عملت الصوص المايونيز. طبعا الصوص ده خطير، انا كنت عامله فيديو بالوصفه كلها، روحوا اتفرجوا عليها. السوق بطاطس خلاص الاذان هيأذن، كده. اروح عامله ايه، جايبه الصوص وهبدا انزل بيه على السلطه. لسه ما خلصتش سلطه المايونيز بالبطاطس وريحتها تجنن. كل حاجه فيها، الخضار كل حاجه فيها ريحتها حلوه. عملت لك عصير زبادو يا يوسف، عملت لك الاكل اللي انت بتحبه. انا جعان. مش انت بتحب السلطه دي؟ طعمها ايه من ايد ماما والنبي تقول، والنبي يا شكلك والله العظيم ده انا بنسفها. بصوا تحسوا ان انتوا اصلا بتاكلوا في مطعم بره. خطيره. انا اللي عملت صينيه البطاطس النهارده. الله الله، بص شكلها عامل ازاي. ايه ده الجدعنه دي؟ امال ايه يا ابني؟ في شيف في البيت انتوا مش حاسين بقيمتي. على فكره هما لسه جايين من الدرس، انا خلصت الاكل ده في 5 دقايق بس، وهما مش موجودين معايا. بخلص الاكل في 5 دقايق وهما موجودين معايا، انا بعمل الاكل في 10 ساعات. احنا لسه دلوقتي بقى هقولك على تريكايه بسيطه قوي قوي هتفرق معاكي في طعم الفته. العيش اللي بنحمصه، انا بحط العيش وبقطعه كده بالمقص في الصينيه، وبحط عليه توم مفروم وملح وفلفل وزيت، وبقلبهم كلهم مع بعض وبدخلهم الفرن. بصوا بقى بيطلعوا عاملين ازاي، تحفه. طبق كده بحط العيش بالشكل ده، وعليه شويه شوربه كده من شوربه اللحمه عشان العيش ما يبقاش جامد قوي على سنان الولاد. باخد الرز وبحط كده على العيش بالشكل ده. قررت اطلع دي من النيش عشان خاطر استخدمها في رمضان. جماعه انا عايزه اقول لكم ان دي اول مره استخدمها النهارده، وانا كنت بروح اشتري الحاجات دي وانا اصلا ما اعرفش ان الحاجات دي موجوده عندي. السلام عليكم.